في عالم الضباع الأنثى مش بس أقوى من الذكر، ده كمان عندها عضو ذكري. أيوة أنت ما سمعتش غلط، الضباع عندهم نظام اجتماعي عجيب يخلي الذكر نفسه مش قادر يقرب من الأنثى إلا بإذنها. النهاردة هنتعرف على أغرب طرق التزاوج اللي الطبيعة عرفتها، زوج كأنه حرب مش زواج. الضباع المنقطة بتعيش في إفريقيا وأجزاء من آسيا، شكلها من بعيد كده شبه الكلاب، لكن وراثيا هي أقرب للقطط. في أنواع كتير من الضباع زي الضبع المخطط والضبع البني وضبع الأرض، لكن النهارده موضوعنا هو أخطرهم وأشهرهم، الضبع المنقط. المجتمع عند الضباع المنقط مش زي أي مجتمع حيواني تاني. الأنثى هي الملكة، القائدة، الأميرة الناهية، حجمها أكبر من حجم الذكر، عضلاتها أقوى، ومكانتها الاجتماعية فوق الكل. حتى في الأكل هي اللي بتبدأ الأول، ولو في ذكر حاول يمد بقه قبل ما هي تخلص النتيجة معروفة، ضربة تأدبه. الغريب بقى ان انثى الضبع مش بس مسيطره بالقوه، لكن كمان ربنا خلق لها عضو تناسلي خارجي شبه عضو الذكر بالظبط. وده مش منظر وخلاص، لا ده بيشتغل فعليا كمجرى واحد لكل حاجه، التبول، التزاوج، والولاده. تخيل بقى الصعوبه. العلماء اول ما اكتشفوا الموضوع ده اتجننوا، دي حاله فريده بين الثدييات كلها. التزاوج عندهم معقد جدا، لان الذكر لازم يدخل العضو بتاعه من خلال القناه دي، والوضعيه نفسها صعبه، واي حركه غلط ممكن تخلي العمليه كلها تفشل. علشان كده التزاوج بين الضباع محتاج صبر وحذر شديد. وطبعا الذكر ما يقدرش يروح لاي انثى كده من غير اذن، لازم الاول الانثى تكون في فتره الشبق، وهي الفتره اللي بيزيد فيها الخصوبه. في الوقت ده بتبدا تفرز روائح هرمونيه خاصه تجذب الذكور. لكن حتى لو الذكر شاف الإشارة مش معنى كده إنه خلاص هيتزاوج، لازم الأنثى توافق الأول، والموافقة دي بتيجي بعد طقوس اجتماعية معقدة زي التحية عن طريق الشم وإظهار الخضوع. ولو الأنثى وافقت بيبدأ التزاوج، ولو نجح الحمل بيستمر حوالي 110 يوم. وهنا بقى المصيبة الكبيرة، الولادة. بسبب شكل العضو التناسلي المعقد أكتر من 60% من صغار الضباع بتموت وهي لسه خارجة، والأنثى نفسها ممكن تموت أثناء الولادة. ومع كده الضباع عندها قدرة رهيبة على التكيف وبتستمر في الحياة والسيطرة. الذكور في عالم الضباع مكانهم دايما في اخر السلم الاجتماعي. لما الذكر يكبر غالبا بيضطر يسيب القطيع اللي اتولد فيه ويروح لقطيع تاني، لكن برضه بيكون في ادنى المراتب ومالوش اي سلطه قدام الاناث. اللي مخلي الضباع مثيره للاهتمام كده مش بس شكلها او قوتها، لكن كمان ذكائها ونظامها الاجتماعي الفريد. الانثى مش بتتحكم في الاكل والتزاوج بس، دي بتقرر مين يعيش ومين يموت جوه القطيع. ولو في انثى تانية اقل في المرتبه حاولت تتحدى الملكه، الصراع بيكون عنيف لدرجه ان الطرف الخاسر ممكن يموت. ده بيخلينا نسأل نفسنا، الطبيعة دايما بتميل لصالح الذكر؟ مش شرط. الضباع المنقطة عندها رأي تاني خالص. في عالمهم الأنثى هي القانون وهي الحاكمة وهي الكلمة الأخيرة في كل حاجة. والأغرب من ده كله إن السيطرة عند الضباع مش بس بالشراسة أو الحجم، لكن بالوراثة كمان. يعني أولاد الأنثى المسيطرة بيتولدوا هم في مرتبة عالية حتى لو كانوا الذكور، وده بيديهم أولوية في الأكل والحماية لحد ما يجي إناث أعلى منهم. وبرغم المخاطر اللي بتيجي مع الولادة، الضباع قدرت تحافظ على أسلوب حياتها ده للبقاء. لكن لسه في حاجات أغرب عن الضباع المنقطة. الضباع دي مش بس صيادة قوية، دي كمان أذكى بكتير من اللي الناس متخيلينه. أبحاث كتير أثبتت إنهم بيحلوا مشاكل جماعية بسرعة وبيتعلموا من بعض، وده بيخليهم يتفوقوا على حيوانات أكبر وأقوى منهم. في تجربة مشهورة جدا حطوا لهم صندوق فيه أكل محتاج يتفتح بحركة معينة، الضباع حلت اللغز أسرع من بعض أنواع القردة. وعلى عكس السمعة السيئة اللي واخدينها إنهم مزبلين الطبيعة وبياكلوا بواقي الحيوانات التانية، الحقيقة إن الضباع المنقطة بتصطاد بنفسها في معظم الأوقات. القطيع ممكن يطارد فريسة زي الزرافة أو الجاموس لمسافات طويلة جدا لحد ما الفريسة تنهك وتقع. ومن الحاجات اللي قليل جدا إن لحد يعرفها إن كل ضبع ليه صوت مميز. يعني أفراد القطيع يقدروا يعرفوا مين بينادي من مجرد صوته حتى لو بعيد عنهم بكيلومترات. مش بس كده، هم كمان عندهم لغة من الأصوات والصرخات والنبرات بتوصل معاني مختلفة زي التحذير أو الدعوة للأكل أو حتى إعلان السيطرة. أما بقى الروايح، الضباع عندها غدة تحت الديل بتفرز مادة ريحتها قوية جدا، وبيمسحوا بيها على الحشائش أو الحجارة عشان يحددوا منطقتهم. دي زي لوحة إعلان مكتوب عليها المنطقة دي ملكنا، عشان أي حيوان تاني يفهم الرسالة دي قبل ما يقرب. الغريب إن في حياة الضباع الأنثى مش بس بتسيطر على القرارات، لكن حتى الذكور اللي بيتولوا الحراسة أو المساعدة في الصيد بيكونوا تحت أمرها. ولو أنثى
جديدة حبت تدخل القطيع لازم تمر بمراحل اختبار طويلة علشان يقبلوها، والاختبار ده كله بيكون تحية بالشم وانحناء وخضوع. كمان الضباع المنقطة معروفة بقدرتها على التكيف مع أي بيئة تقريبا، في أماكن بيكون فيها أكل قليل جدا، ومع ذلك بيقدروا يعيشوا عن طريق أكل كل جزء في الفريسة حتى الجلد والأظافر. من أعجب الحقائق إن الضباع تقدر تعيش من غير ما تشرب مية لفترات طويلة جدا، لأن جسمها بيستخلص المية من الأكل، وده بيساعدهم يعيشوا في أماكن شبه صحراوية. وبالنسبة لصغار الضباع، الجراء بتتولد جاهزة للمنافسة من أول لحظة، عيون مفتوحة، أسنان موجودة، وده بيخلي المنافسة على الحليب عنيفة، لدرجة إن بعض الإخوات ممكن يموتوا في الأيام الأولى لو كانوا من نفس الجنس، خصوصا الإناث، لأن الصراع على الهيمنة بيبدأ بدري جدا. حتى في موضوع الصيد، الضباع مش بتجري بسرعة بس، لكن بتعتمد على التحمل، يعني ممكن يطاردوا الفريسة مسافة 5 كيلومتر من غير ما يبطئوا، وده بيخليهم أقرب للماراثونيين في عالم الحيوانات. وفي الآخر عالم الضباع المنقطة بيورينا إن الطبيعة مش دايما ماشية بالقواعد اللي احنا متعودين عليها. في عالمهم القوة مش بس في العضلات، لكن في النظام والسيطرة والقدرة على التكيف، وده يمكن سبب نجاحها واستمرارها لآلاف السنين برغم كل المخاطر. ويمكن ده درس لينا احنا كمان، إن البقاء مش للأقوى جسديا، لكن للأذكى واللي هيقدر يفرض نظامه.